السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبألف صحة وسعادة، ويا رب ما تقطع لنا قعدة. شكرا لكل اصحابي اللي سألوا عليا، سواء على التيك توك او الفيسبوك او اليوتيوب، فين الفيديوهات؟ انت فين؟ انا موجود والحمد لله. ولكن يعني كنت واخد زي بريك كده، ولكن رجعنا تاني وان شاء الله بإذن الله نكمل مع بعض على خير. يلا بينا نخش ونشوف هنقول ايه النهاردة عن النادي الاهلي. يا اهلاوية يلا بينا، يلا بينا. هنتكلم النهارده عن النادي الاهلي، وعايز اقول لكم يعني تقييمي لبعض الصفقات. تعال نتكلم على يوسف بن عمري، باك شمال هيبقى هايل جدا جدا جدا، ولكن ما ينفعش اقول يا ياسر هيبقى هايل غير اما ياخد فرصه، غير اما ياخد شوط التاني يلعب ماتش كامل. الراجل تحركاته كويسه، الراجل عارف واجبات مركزه كويس جدا جدا جدا، سواء في الدفاع سواء في الهجوم، سواء الوانتوهات اللي بيلعبها متحرك بشكل كبير جدا جدا. فصفقه كويسه جدا جدا جدا. تعال نروح لكاموش او كيموش. عايز اقول لحضرتك ان انتوا لسه مستعجلين على الراجل جدا. ليه؟ اي حد هيجي بعد وسام ابو علي هيتظلم. كيموش او كاموش هو راس حربة كويس. خلي بالك هو جاي من دوري مختلف، من لغة مختلفة، من اجواء مختلفة، من طقوس مختلفة، من طريقة لعب مختلفة. بتختلف اللعب في افريقيا، بيختلف عن اوروبا، بيختلف عن النرويج، بيختلف عن السويد، بيختلف اختلاف تام. في نفس الوقت هو مختلف في اللغة، مختلف في الطباع، في العادات والتقاليد. كل ده حضرتك بيأثر اكيد طبعا، وبتاخد وقت عقبال ما بتخش في الاجواء. ما تقارنوش بوسام ابو علي، ما تقارنوش بيوسف بالعمري، ما تقارنوش. لسه واحدة واحدة، تاتا تاتا، الراجل هيخش في الاجواء. لكن لمسته للكرة بتبان. في لعيب بيبقى كويس، الراجل بينزل وبيستلم وبيباصي، ولكن هو لسه عايز الثقة. ده بالنسبة لي كاموتش. لسه طبعا الجزار ما خدش فرصه، لسه هادي رياض ما خدش فرصه، ولكن هم لعيبه كويسه ولعيبه محترمه. وعايز اقول لك اي لعيبه هيبقى في الدوري المصري هيجي هيبان ان هو كويس. احمد عيد بان تاثيره على محمد هاني جدا جدا جدا. ليه؟ محمد هاني بقى اقوى، بقى اشرس، بقى كويس قوي قوي قوي. دي من احسن فتراته. خليني اقول لحضرتك ان النادي الاهلي برضو لسه محتاج. هتقولي محتاج ايه؟ انا بالنسبه لي لسه النادي الاهلي محتاج طرفين. انا محتاج طرفين، يعني يمين وشمال، اشرس اصغر في السن، لازم يكونوا موجودين. عايز اقول لحضرتك اهلا وسهلا بيك يا رمضان. محمد بن رمضان هل هلاله مع شهر رمضان. محمد بن رمضان بيقدم مستويات حلوه جدا جدا جدا، بقاله ماتشين ثلاثه. هو ده محمد بن رمضان. بياخد الكوره بيصوب على الجون. ضيع في ماتش الجيش الملكي كورتين ثلاثه، ولكن الشراسه موجوده. شوبير اطمنا طبعا على حراسه المرمى. بختلف جمله وتفصيلا مع الكابتن وائل جمعه لما قال على ياسر ابراهيم وعلى ياسين مرعي ان الاثنين مجتهدين. لا، هم هايلين. الاتنين كويسين جدا 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 وهايلين. وياسين مرعي ده الولد ده انا متنبئ له بان شاء الله مستقبل كويس. مروان عثمان الراجل في ماتش الجيش الملكي خلق لنفسه كذا فرصه، وكان متعاون مع زمايله، وهيبقى مهاجم هايل. انا ليا تعليق صغير بس يا مروان، احلق شعرك بس. هتبقى مهاجم في حتة تانية خالص، مع الثقة اللي بيديها له الراجل، مع الثقة اللي هو ابتدى ياخدها، مع الثقة اللي زمايله ابتدوا ياخدوها. حتى كرة محمد بن رمضان الاولانية لو كانت اداها له كان ممكن يجيب جون، والراجل جاب جون مع النادي الاهلي في الدوري الممتاز. ده اديت له ثقة كمان وكمان. النادي الاهلي لسه محتاج لعيبه، لسه محتاج لعيبه، وبقولها مره واثنين وثلاثه. انت محتاج واحد يكون مكان امام عاشور. تاني وتالت ورابع محتاج واحد يكون مكان امام عاشور. وتاني وتالت ورابع انا محتاج طرفين. هتقولي ليه محتاج ونجين؟ يعني ليه محتاج ونجين؟ ما اشرف بن شرقي موجود، وتريزيجيه موجود، وشحات موجود. الاصابات يا صديقي ما بترحمش. لو تفتكر انت كان عندك في الدفاع خمسة اتصاب أربعة، وكنت بتلعب بمحمد هاني في وقت من الأوقات كنت بتلعب بيه مدافع. فأنت لسه محتاج طرفين كمان أو ونجين. وفي نفس التوقيت طاهر عمل مباراة كويسة، مروان عطية كذلك. ولسه محتاج لعيب خط نص يكون تقيل زي ديانج، لأن ديانج خلاص يعني الدنيا كلها وقفت وخلاص الراجل ماشي. طبعا مين؟ انا كان وجهة نظري النادي الاهلي كان ممكن يقبل عرض فالنسيا برضو. بيفتح افاق كتير ان اللعيبه تجيلك ما دام انت متشاف على
اوروبا. وفي نهاية الحديث وفي نهاية الكلام بتاعنا يا أهلوية، طبعا لازم نفتخر بيه النادي الأهلي كالعادة، ويا رب ما يقطع لنا عادة ان احنا طبعا نتصدر المجموعة ونبقى ملوك أفريقيا. ولكن في نهاية الفيديو النادي الأهلي بيفكر في رجوع حمدي فتحي. يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات، هل انتوا مع رجوع حمدي فتحي؟ وهل حمدي فتحي هيسد الثغرة او هيسد مكان ديانج ولا لا؟ وكالعادة في نهاية كل فيديو بنقول سلام.